بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ترند مصر. هكون معاكم النهاردة أنا علي المرسي في حلقة استثنائية، وبعتذر عن عدم حضور مقدم البرنامج والزميل والصديق العزيز الأستاذ فريد الهواري، اللي بيعتذر للسادة المشاهدين عن عدم الحضور لظروف طارئة منعته من أن هو يكون موجود معاكم النهاردة. وفي البداية اسمحوا لي أرحب بضيف حلقة النهاردة، وهو المستشار القانوني عبد الفتاح أباظة، المحامي بالنقد والإدارية العليا. أهلا بيك معالي المستشار، منورنا في الاستوديو ومنورنا في برنامج ترند مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. في البداية معالي المستشار عاوزين نعرف السادة المشاهدين، في البداية نتكلم النهاردة عن قانون الإيجار القديم. في البداية معالي المستشار عاوزين نوضح للجمهور وللمشاهدين إيه هو قانون الإيجار القديم والفرق بينه وبين قانون الإيجار الجديد، لأن كتير بيحصل عندهم لبس ما بين القانونين، القانونين بيختلطوا ببعض، فعاوزين نوضح للجمهور ما هو قانون الإيجار القديم والفرق بينه وبين قانون الإيجار الجديد. هو قانون الإيجار الجديد صدر سنة 1996 تحديدا 1 فبراير 1996. جميع عقود الإيجار اللي أبرمت قبل هذا التاريخ هي خاضعة للقانون القديم. أما عقود الإيجار اللي تم إبرامها والتوقيع عليها بعد فبراير 1996 فهي خاضعة للقانون الجديد. أهمية التفرقة دي ان بيجي النهارده ناس كتير بيختلط عليها الامر، بيجي لي حد مثلا من المكتب يقول لي انا خدت شقه قانون ايجار قديم. مفيش حاجه اسمها انك خدت شقه النهارده قانون ايجار قديم. انت خدت شقه قانون ايجار جديد ولكن بمده طويله. المده دي قد تصل الى 59 سنه اللي اتحددت كحد اقصى لعقود الايجار الجديد. اهميه التفرقه ما بين القانون القديم والقانون الجديد متعدده، بس احنا هنركز يمكن على اهم نقطتين بيخصوا المشاهد. اول نقطة طريقة صياغة بند المدة في عقد الايجار. لما بنيجي في القانون القديم كان من الجائز ان احنا نحط عقد ايجار بسنة بسنتين وما كانش بينتهي بانتهاء مدته. كان بنحط لفظ اسمه لفظ المشاهرة، مدة العقد مشاهرة. كتير جدا يمكن ما يعرفش يعني ايه مشاهرة. مشاهرة دي يعني مدة العقد شهر واحد. شهر واحد فقط. واحد فقط. تمام. او بيحط بند الى ما لا مده عقد الايجار الى ما لا نهايه، او الى هلاك العقار، او الى وفاه مثلا المستاجر او المالك. لا دي اسباب تانية كان، انما البند المده كان بيحدد ببعض الالفاظ في القانون القديم. الالفاظ دي لو استخدمت في عقود الايجار في الوقت الحالي اللي هي خاضعه للقانون الجديد تبطل عقد الايجار وبتعمل مشاكل كتير جدا، وهي سبب المشاكل. مده عقد الايجار في القانون الجديد يجب ان تكون محدده باليوم والشهر والسنة كبداية، واليوم والشهر والسنة كنهاية، عشان أقدر أحسب مدة عقد الإيجار. ودي يمكن أول أهمية للتفرقة ما بين عقود الإيجار اللي خاضعة للقانون القديم وعقود الإيجار اللي خاضعة للقانون الجديد. طيب في حالة وفاة المستأجر الأصلي؟ دي الأهمية، يمكن الأهمية الثانية للتفرقة دي. عقود الإيجار الخاضعة للقانون الجديد هي خاضعة للقانون المدني، وبالتالي المالك ملزم بالمدة اللي اتفق عليها. اتفق على سنة، السنة ديت هتستكمل إلى النهاية. اتفق على 59 سنة هتستكمل إلى النهاية حتى ولو توفى المستأجر الأصلي. أي شخص من ورثته من حقه إن هو يستكمل مدة عقد الإيجار المتبقية ويسدد الأجرة دون اعتراض من المالك على ذلك. أما في عقود الإيجار القديم الوضع مختلف. عقود الإيجار القديم عشان الورثة يمتد لهم عقد الإيجار ويكون من حقهم البقاء في العين بعد وفاة المستأجر، في شروط حددها القانون ووضعتها المحكمة الدستورية العليا. الشروط دي عاوزين نوضحها للسادة المشاهدين باستفاضة برضو. الشرط الأول إن هو يكون قريب ليه من الدرجة الأولى، تحديدا الزوجة والأولاد. يعني المستأجر الأصلي لو توفى ما يمتدش عقد الإيجار إلا لزوجته وأولاده. أدي أول شرط. الشرط الثاني إنه يكونوا مقيمين معاه وقت الوفاة. لازم يكونوا متواجدين داخل حدود البلد والإقامة نفسها. لا، داخل حدود البلد دي هنوضحها في جزئية مستقلة، إنما الإقامة فكرة إن هو ده سكنهم، هو ده مكان الإقامة الدائم ليهم وليس زيارة. عايشين معاه عيشة مستقرة. تمام جدا. بمناسبة الإقامة خارج البلاد،
كان من ضمن الاسئله الشائعه دايما اللي اتسالت او ردت عليها محكمه النقض في كثير من احكامها، ان لو حد مسافر خارج البلاد ووالده ليه شقه ايجار ووالده توفى، هل بيمتد له عقد الايجار ولا لا؟ محكمه النقض ردت على الجزئيه دي بوضوح، قالت ان في حاجه ما تسمى بالاقامه الحكميه. يعني ايه؟ قالت لو هذا الشخص مسافر خارج البلاد وانقطعت علاقته بمصر ووصل الى درجه الهجره فمش هيمتد له عقد الايجار. اما اذا كان بيشتغل في احد الدول الاجنبيه وبيتردد على مصر واثناء تردده على مصر كاجازات سنويه محل اقامته هو عنوان والده، هيمتد له عقد الايجار بما يسمى الاقامه الحكميه. هو حكما مقيم في ايه؟ مع والده. فالعبره في تاريخ الوفاه. يمتد عقد الايجار للدرجه الاولى لمن كان مقيم مع المستاجر الاصلي وقت وفاته. انا ليه باكد على وقت وفاته؟ برضو من الاسئله الشائعه. طيب هو كان ما كانش مقيم معاه ثم اقام معاه قبل وفاته بسنه، يبقى يحسب ليه الشقه لانه بالزبط. كان في حاله الوفاه كان متواجد في وقت الوفاه. طب يقول كان مقيم معاه وهو صغير ووالده توفى وهو صغير ثم هو اتجوز وخد شقه تانيه بره، تحق ليه الشقه برضه؟ تحق برضه ليه الشقه لان هو العبره بوقت الوفاه. تمام. طيب يعني معالي المستشار، هل غلق الشقه هنا بيكون سبب للطرد؟ لاني بنشوف كتير شقق مهجوره او مقفوله مثلا، هل ده بيكون سبب للطرد؟ لا، ده مش من الاسباب اللي وارده في القانون كسبب لطرد المستاجر اللي امتد له عقد الايجار. زي ما قلنا طالما وقت الوفاه لحظه الوفاه كان مقيم هيمتد له العقد حتى لو قفل الشقه بعد كده ومشي طالما بيسدد عنها الاجره. هو يمكن الجزئيه اللي عملت شويه تساؤلات في الموضوع ده ان صارت الفتره الاخرانيه ان في اقتراحات كتير جدا من اعضاء مجلس الشعب قدموا طلبات بتعديل قوانين الايجار، من ضمنها قوانين خاصه بالشقق التي تم اغلاقها اكثر من 3 سنوات. وده لحد دلوقتي لم يصدر فيه حكم او قانون من مجلس الشعب في شأنه. طيب لحد امتى يا معالي المستشار؟ في كلنا عارفين وكلنا اكيد بنواجه مشكله، لو مش معانا قد تكون مع احد الاصدقاء او الاقارب او كده. غلق الشقق ده فعلا في شقق كتير مقفوله. انا مش مختلف مع حضرتك خالص، وهو قد يكون ده اللي بيخلي البعض يتهم القانون الايجاري الجديد بعيب استغلال المالك. يعني الايجار الجديد البعض بيقول لك ان هو بيتيح للمالك الحق في استغلال الساكن في رفع القيمه الايجاريه او في المطالبه بمبالغ كبيره. انا اقدر اقول ان لو قدرنا ان احنا الشقق اللي مش مستغله فعلا يعاد طرحها للايجار ويتم او ترجع للمالك، الكلام ده هيزود العرض وبالتالي هيقلل سعر المطلوب في الايجار. طيب ده في حاله لو ان في شقه واحده مغلقه هتكون سبب للطرد، حضرتك قلت مش هينفع. طب لو في شقه ثانيه مملوكه للمستاجرين، يعني هو مأجر شقه ومعاه شقه ثانيه، ده ممكن يكون سبب للطرد ولا برضه ينطبق على نفسه؟ كان لحد سنه 97 في نص في القانون بيقول ان امتلاك المستاجر لاكثر من شقه في ذات المحافظه يمنعه من امتداد عقد الايجار اليه، وده خد عدم دستوريه. يعني حاليا لم يتم تطبيقه ولا تنفيذه. لا، امتلاك المستاجر لاكثر من شقه حتى في نفس المحافظه لا يعتبر مانع من موانع امتداد عقد الايجار اليه. انا بس في جزئيه عايز اوضحها. احنا لما اتكلمنا على امتداد عقد الايجار للورثه قلنا ان هو بيمتد للدرجه الاولى فقط. في حاله واحده بس انا مش هدخل المشاهد في النواحي القانونيه الخاصه بيها، بس هي حاله الحفيد. المفترض ان الحفيد ده درجه ثانيه، بس في حكم الدستوريه اللي جعل الامتداد مره واحده هو الحكم اللي صدر سنه 2002 تحديدا شهر 11 2002. الحكم ده جعل الاب الذي توفى المستاجر الاصلي اللي هو الجد قبل عام 2002 الحفيد يمتد له عقد الايجار. نوضح اكتر. بالرغم ان هو درجه ثانيه. بالرغم ان هو درجه ثانيه. اتفضل نوضح للمشاهدين. المستاجر الاصلي مأجر شقه قانون قديم، يعني مأجر قبل سنه 96. تمام. وتوفى قبل عام 2002 وساب ابنه في الشقه مقيم. المحكمه الدستوريه اعتبرت ان الابن المقيم في الشقه عام 2002 اصبح مستاجر اصلي. يعني يحق ليه التمليك. يحق الامتداد لابنه اللي هو اصبح الحفيد. فاصبحنا هنا امام حاله وحيده بيمتد فيها عقد الايجار من الدرجه الاولى الى الدرجه الثانيه وليس الدرجه الاولى فقط. طيب معالي المستشار، وجهه نظر حضرتك في القانون القديم هل هو افضل ام القانون الجديد؟
بص يا فندم، احنا مش هنقدر نتكلم على اوضاع قائمه بالفعل، احنا بنحاول نصلحها. يعني وضع القانون القديم بصفه عامه هو وضع عامل مشاكل كتير جدا في استقرار الاوضاع واستقرار سكن المواطن. النهارده احنا بنحاول نصلح قدر المستطاع من خلال التعديلات اللي حصلت من خلال المحكمه الدستوريه العليا اللي قصرت. احنا لو اتكلمنا عن الوضع قبل كده، لا ده كان عقد الايجار بيمتد الى الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وده اللي كان بيعمل مشاكل. وكان بيمتد مره واثنين وثلاثه. دلوقتي هو بيمتد مره واحده. بمناسبه الامتداد مره واحده، انا في جزئيه برضو محتاج اوضحها هنا. اتفضل. الامتداد مره واحده، في بعض الاشخاص يقول لك امتد مره واحده يعني امتد لزوجته وبالتالي مش هيمتد لاولاده. لا، هو العقد بيمتد مره واحده لكل من كان مقيم بالفعل وقت في الشقة. الوفاه، فيصبح وكانه مستاجر. يعني لو توفى وترك زوجه وابناء ثلاثه، يحق للزوجه والابناء الثلاثه كلهم. اذا توفت الزوجه يمتد، مش يمتد، يظل العقد مستمر لاولاده اللي امتد لهم من تاريخ وفاه المستاجر الاصلي. طيب اولاده نفترض مثلا ان هم فضلوا مقيمين في نفس الشقه وفي نفس المكان واتجوزوا مثلا وخلفوا، اولادهم برضو يحق لهم؟ لا، ولا هنا بينتهي القانون؟ بينتهي عقد الايجار الا في الحاله الوحيده اللي احنا ذكرناها، اذا كان الجد متوفي قبل عام 2002. طيب حضرتك يا معالي المستشار، مع صياغه قانون جديد يكون اكثر انصاف او يضع توازن او حتى شبه توازن لكل من المالك والمستاجر؟ طبعا هو التعديلات ضروريه، انما المطالبات اللي موجوده حاليا باجراء تغيير او انهاء جذري لقانون ايجار الاماكن القديم شيء صعب، لان في اوضاع استقرت بقالها سنين. انت ممكن تعدل قيمه ايجاريه، ممكن تتيح زي ما بعض المشاريع اللي اتقدمت لمجلس الشعب تتيح انك تقول ان اللي موجود دلوقتي قدامه 5 سنين، قدامه 10 سنين. انما انك تنهي عقود ايجار ناس استقرت عمرها كله في المكان شيء مش هيبقى بالسهوله في الوقت الحالي. طيب اكيد كلنا يعني شفنا او لنا حد مثلا قد يكون صديق او قريب او كده ايجار قديم، يعني خلينا نقول بيدفع مبالغ او حاجات في ظل الوضع اللي احنا فيه، حاجات رمزيه لا تذكر. هل حضرتك شايف ان القيمه الماديه للايجار المثبوت في العقد والمتفق عليه من قبل المالك والمستاجر هل هي عادله مع مراعاه غلو الاسعار والحياه الاقتصاديه الصعبه اللي بنمر بيها دلوقتي؟ لا، احنا مش مختلفين انها مش عادله، هي لازم ترتفع، بس احنا عشان نعمل ارتفاع ليها لازم يكون بشكل منظم مش بشكل عشوائي. يعني نقدر نحدد 10 امثال 5 امثال حسب وتبعا لكل منطقه. يعني اقدر اقول المناطق اقدر اقسمها مناطق زي مصر الجديده، زي مدينه نصر، غير لما اجي اتكلم على مناطق اقل شويه في اسعار الشقق فيها او اسعار الايجارات فيها. فدي تحتاج تنظيم شويه من المشرع ومحتاج تدخل من المشرع، مش هنقدر نرفعها غير برضو في اطار اللي يقدر المواطن يوفي بيه. طيب معالي المستشار، حضرتك مع ام ضد زياده مده العقد لمدى الحياه؟ لان في بنشوف عقود ممضي في الايجار ان هي مدى الحياه، حضرتك مع ام ضد البند ده؟ زي ما احنا اتكلمنا القانون القديم الكلام ده موجود فيه، وتدخلات المحكمه الدستوريه العليا باكثر من حكم قضى عليه وجعله محدد بدرجه واحده، درجه اولى ومره واحده. اما القانون الجديد مفيش حاجه اسمها كده. القانون الجديد وضع حد اقصى لمده عقد الايجار وهي 59 سنه. طبعا هي ما اتنصص عليها صراحه، هي اتخذت قياسا على حق الحكر. انما اجمالا انا شايف ان القانون القديم فيه كتير جدا دلوقتي حالات بيتم التصالح عليها، وفي حالات كتير جدا الشقق بترجع بالاتفاق، وكل ده تدخل المشرع هيكون ضروري فيه في زياده مبلغ القيمه الايجاريه وتحديد حد اقصى للسنوات، من خلاله نقدر نوصل لنتيجه ان احنا نحسن العلاقه ما بين المالك والمستاجر. لان المشكله اصبحت بتواجه المالك وكأنه انتزعت منه ملكيته بالإيجار القديم. طب ايه يا دكتور الحلول يا معالي المستشار، الحلول المقترحة لحل المشاكل دي؟ رفع القيمة الإيجارية حسب تبعا لكل تاريخ عقد إيجار وتاريخ إنشاء العقار، والكلام ده مش جديد، الكلام ده اتعمل قبل كده في قانون إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة، يعني بخصوص أماكن المحلات وأماكن المصانع
القانون حدد زيادات قيمة إيجارية لعقود الإيجار. يعني بنيجي نقول عقد الإيجار المحرر سنة كذا بيزداد قيمته الإيجارية لمبلغ كذا، وعقد الإيجار بالنسبة للعقار إذا كان منشأ العقار سنة كذا بيزداد القيمة الإيجارية لمبلغ كذا. فاحنا نقدر نعلى بالقيمة الإيجارية على نحو يحقق نوع من التوازن ما بين المالك والمستأجر، ويقضي على كثير من المشاكل اللي القضاء عليها هيحل مشاكل كتير جدا موجودة حاليا في المحاكم. اللي أنا عايز أوصله إن قد يكون في صعوبة في التدخل في حل المشاكل المتعلقة بالأماكن المؤجرة للسكنة. يعني أنا شايف المشرع والمحكمة الدستورية العليا تدخلت في الأماكن المحلات والأماكن اللي كانت مؤجرة للشركات تجاريا يعني التجارية، وحلت المشكلة دي بشكل كبير جدا. يعني كان آخرها الحكم اللي صدر من المحكمة الدستورية العليا بعدم امتداد عقود الإيجار المتعلقة بالشركات. يعني النهارده أنا مأجر لشركة، مش معقول هتفضل الشركة دي مأجرة طول العمر، ما هي الشركة قائمة ونهى العقد، المحكمة الدستورية نهى العقود بانتهاء مدتها. فإذا كان الحل سهل بخصوص الأماكن المؤجرة للنشاط التجاري، الحلول مش بالسهولة اللي احنا بنتكلم عليها بخصوص أماكن السكنة. طيب معالي المستشار، هل قانون الإيجار القديم هل هيكون منصف للمالك أكتر، وبالتالي لما يكون منصف للمالك خلينا نقول هيكون قاسي على المستأجر، أو هو هيصنع حالة توازن ما بين الطرفين؟ احنا عايزين نحقق حالة من التوازن. النهارده القانون القديم ادى المستأجر الحق البقاء في الشقة مدى حياته ومدى حياة من كان قريب ليه من الدرجة الأولى المقيم معاه. النهارده لازم نوصل لنوع من التوازن في القيمة الإيجارية. طبعا احنا هنوصل في وقت من الأوقات إن عقود الإيجار القديم كلها هتنتهي، لأن كده كده أنت حضرتك عندك امتداد عقد الإيجار لمدة محددة وهي وريث واحد فقط من ورثة الدرجة الأولى. فالنهارده الفترة الزمنية من 96 لحد السنة دي 2020 في كتير قوي من عقود الإيجار انتهت بقوة القانون. فده مع الزمن هتنتهي، ولكن في الفترة الحالية أنا شايف إن حل المشكلة دي هو خلق نوع من التوازن في القيمة الإيجارية المحددة للشقق. ومش صعب علينا، يعني احنا لما حبينا نقدر الضريبة العقارية المربوطة على العقارات قدرناها بقيمة المثل، فنقدر من خلال لجان تقدير أقدر قيمة العقارات في الوقت الحالي قد إيه. تمام. معالي المستشار، وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وإن شاء الله موضوع الإيجار القديم بيطول فيه الكلام ولكن الوقت بيحكمنا. شرفتنا النهارده وفرصة سعيدة، وإن شاء الله لنا أكيد لقاءات مرة تانية إن شاء الله. معالي المستشار عبد الفتاح أباظة المحامي بالنقد والإدارية العليا، شرفتنا وبشكرك مرة تانية على الاستضافة، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن الاستماع. انتظرونا في حلقات جاية كتير. السلام عليكم.